بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. واستكمالا لحلقات باك تو سكول اللي هتلاقوها عندي على القناة، هنعمل النهاردة أحلى حاجة بتتحط في اللانش بوكس، وهي الناجتس. ناجتس الشركات بطريقة سهلة وبسيطة وموفرة جدا. لو جيتي حسبتيها بالورقة والقلم هتلاقي نفسك موفرة كتير، أحلى من اللانشون اللي كله مواد وحشة ومسرطنة. واكتشفنا إن ولا نوع من أنواع اللانشون اللي في السوق تصلح ان هي تتاكل اساسا. ندخل على المكونات على طول. معانا بصل مبشوره ومتصفيه من ميتها خالص، ومعانا هنا بقسماط وكيس فيجيتار اللي انا بشاور لكم عليه ده. والطبق اللي قبله ده على طول كان فيه معلقتين نشا ومعلقتين دقيق بس كده. ودوت 350 جرام من البانيه او نص كيلو اللي موجود عندك. وده كان دبوس مخلي، يعني ورك فرخه مخلي. انا قايله للراجل يخليهولي، كنت متبلاه وحطاه عادي. طبعا ان انت تحطيه من غير تتبيله هيبقى افضل. معانا فلفل اسمر، توم باودر، جنزبيل بودر، شطة، بابريكا، معانا كمان ذرة ملح، ومعانا مكعب مرقة دجاج. تاني توابل مع بعض: فلفل اسمر، جنزبيل، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، اللهم صل على النبي، وواحدة مرقة دجاج. تمام. التوابل سهلة ومتوفرة في اي حتة. وتوابل فراخ لو عندك كمان بتديلها تست حلوة قوي. هنجيب البانيه بتاعنا وهنبتدي نقطعه كده عشان يبقى سهل على المفرمة اللي عندنا ان هي تفرمه، لان احنا عايزين الناجتس بتاعنا الحاجة تكون مفرومة فرم ناعم جدا جدا جدا، علشان طبعا الوصفة تنجح معانا. زي ما انتم شايفين كده انا بقطعها. عايزة اقول لكم قد ايه الناجتس طعمه تحفة. انا مش بشارك معاكم اي وصفة والسلام، انا ببقى حريصة ان انا اجربها قبل ما انزلها حتى على القناة. يعني فعلا تحفة تحفة. وبعيدا بقى عن الحاجات اللي بتجيب امراض، يعني زي ما انتوا شفتوا كده الفيديو اللي منتشر اخير مؤخرا اللي هم بتوع الاكسلانس او حاجة زي كده، اللي هم بيعملوا ريفيوهات عن كل المنتجات اللي بتتباع. قالوا ان ولا نوع لانشون مهما كان غالي فيه نسبة بروتين، بيبقى كله مواد وحشة واحنا في غنى عنها. هنجيب المفرمة بتاعتنا ونحط بقى الفراخ. يعني انت نص كيلو البانيه هتجيبيه بكام؟ يعني ب100 جنيه. شوفي هيطلع معاكي قد ايه. هتشوفوا دلوقتي الكمية اللي طالعه معانا، اللي شفتها، اللي شفت الصورة بتاعتها في بداية الفيديو. بسم الله ما شاء الله، 4 اطباق كبار، وعبارة عن دورين يعني. فانا هنا خلطت المواد اللي انا قلت لكم عليه، اللي هي البصل المبشوره اللي احنا مصفيين ميتها خالص، والبقسماط، وكيس الفيجيتار اللي نورته لكم، والتوابل اللي احنا قلنا عليها. تمام. حطيناهم وابتديت يعني كنت حريصه ان انا افرم كل ده مع بعض. فرمت نص كميه الصدور بتاعتي وعليهم الحاجات اللي انا دمجتها مع بعض عشان كل حاجة تتشرب من بعضها. تكوني حريصة ان انتي ما تزوديش ملح، لان مرقة الدجاج بيبقى فيها ملح. تمام. دي برضو نقطة مهمة، وهقول لكم على كل التفاصيل واحنا ماشيين مع بعض كده في الفيديو. بصوا انا هنا فرمتها فرمة وهفرمها فرمة كمان. قبل ما بفرمها الفرمة التانية دمجتهم كده كويس، علشان طبعا الوراك تندمج مع الصدور. وهنا حطيت بيضايه بتخليها بتساعد انها تتماسك وبتديلها تيست حلو جدا. ما ننساش طبعا النشا والدقيق، معلقتين نشا ومعلقتين دقيق. هنا فرمتهم فرمه كمان، عشان زي ما قلت لكم لازم والنجاح الوصفه ان الخليط يكون ناعم جدا جدا جدا. تمام. هتفرمي مره واتنين على حسب المفرمه بتاعتك. يعني انا المفرمه بتاعتي فرمته مرتين بس، واداني تيست حلو جدا. وما شاء الله الوصفه زي الفل، ولازم تجربوها. طب انتي ليه يا بوسي حطيتي دبوس للفرخة؟ يعني مع ما اكتفتيش ليه بالصدور؟ لان دبوس الفرخة او الورك بتاع الفرخة بيدي المطة او القطمة بتاعة الناجتس. هتاكلي ناجتس كأنك جايباه من بره، يعني حرفيا الطعم يعني كأنه الجاهز ده، بس انضف طبعا. حاجة انتي عاملاها بايديكي بقى، حاجة انتي ضامنة غسل طبعا الفراخ اوريدي. يعني انتوا عارفين بوسي، واللي متابع قناتي من زمان عارف ان احنا الفراخ لازم نغسلها كويس جدا بليمون وطماطم ونتأكد من نظافتها كده مليون في المية، عشان عندي فوبيا من الفراخ دي مخصوص. جبنا بقى صينية كبيرة كده وحطينا فيها كيس من تحت، ودهناها بمعلقة يعني رشة زيت صغننة خالص. وابتدينا جبنا الخليط بتاعنا اللي احنا اتأكدنا ان هو مفروم فرم ناعم، وابتدينا نفرده بالشكل ده. طب في حاجة عايزة انصحكم بيها: الفرمة الناعمة قوي دي مهما كان سمك الناجتس بتاعك بتستوي زي الفل. يعني عايزه ترققيه، انا ضد فكره ان انت ترققيه.
تمام. يعني لما كان تخين، يعني عامله صينيتين، في صينيه جه رقيق وصينيه جه تخين. الصينيه اللي جه تخين فيها الحجم يعني السمك بتاعها تحفه تحفه تحفه، والتاني برضو تحفه، بس يعني ايه، مش عايز ان انت ياخد وقت كتير في التحمير، فاهماني؟ فان شاء الله هتجربوها، وانا واثقه انها تعجبكم زي ما انتوا مجربين وصفاتي قبل كده، وان شاء الله تنول اعجابكم. واهم حاجه تنول اعجاب الولاد، يعني عشان اغلب الناس اللي متابعيني وحبايب قلبي بيقولوا لي ولادنا بيتفرجوا عليكي، ولادنا بيحبوا وصفاتك. ده بنتنا شافت الكب كيك قالت لي يا ماما اعمل الكب كيك. كل تجاربكم اللي بتوصلني على الخاص انا ببقى سعيده ومبسوطه بيها جدا. ان شاء الله تجربوا دي وتبسطكم وتبسط الولاد كمان. معانا هنا الكفر بتاع التغطيه بتاع النجتس بتاعنا، وده مهم جدا. معانا كورن فليكس مطحون ودقيق وفيجيتار وبقسماط. كورن فليكس مطحون ودقيق وفيجيتار وبقسماط، البقسماط العادي المطحون بتاعنا. التوابل بتاعتنا زي اللي احنا كنا حاطينها بس كميات اقل طبعا. هنا حطيت الميكس اللي هو لبن وبيض، لبن وبيض وعليه معلقتين دقيق، ده اللي هنبدأ نحط فيه، وذرة ملح، قصدي ذرة فلفل اسمر عشان بس زفرة البيض. وهنخفقهم كويس جدا. يبقى ايه الخليط اللي احنا هنحط فيه الاول الناجتس؟ هو عبارة عن بيض، معلقتين دقيق، وكوباية صغيرة لبن. اهو انا دمجته وحطيت معلقتين دقيق فيهم، بيض ولبن وعليهم دقيق. حطيت التوابل اللي انا هتبل بيها الكفر بتاعي، لان الكفر طبعا لازم يتبل، وحتى لو توابل بسيطة. لان الفيجيتار بيبقى متبل، كيس الفيجيتار اللي احنا حطيناه بيبقى فيه توابل. تمام، تكوني حريصة برضو على الحاجات دي عشان الحاجة تطلع معاكي مظبوطة، ولا هي حادقة ولا هي وحشة وكده يعني، فاهميني؟ انا ببقى حريصة ان اقول لكم كل التفاصيل، وده اللي محبب اغلبكم في الوصفات عندي، ان انا ببقى شارحة كل حاجة بالتفاصيل وبوضوح، ما احبش اكروت في اي خطوة. هنا طبعا الخليط بعد ما قطعناه قبل ما نحطه في الفريزر، قطعناه زي ما انتوا شفتوا، وحطيناه في الفريزر. انا حطيته 4 ساعات او 5 ساعات، يعني 5 ساعات. كل ما هتكتري كل ما يجمد اكتر كل ما يبقى سهل معاكي. هتطلعيه بقى على طول من الفريزر، تقطعيه بالشكل اللي انا وريتهولك ده، وبعد كده تحطيه في الخليط السائل اللي هو عباره عن ايه يا بوسي؟ اللي هو عباره عن لبن، كوبايه لبن صغيره، بيضتين، معلقتين دقيق. اوكي، معلقتين الدقيق دي بيساعدوا ان الكفر يلزق في الناجتس نفسه. هنجيب بقى اطباق بتاعتنا بلاستيك، اي حاجه اي حاجه والله العظيم مش هتقول لا. تمام، ونحط كده نرص كده بنظام. وبصوا بصوا الجمال، بصوا الحلاوة والطعامة. يعني بجد انا منتظرة ارائكم، منتظرة تجاربكم، يعني كله يجربه، كله يجربه وعلى ضمانتي الشخصية، بس بنفس الطريقة. محدش يفتكس لي ويجي يقول لي اصل انا عملت ايه مكان ايه وبتاع، لا، بنفس الطريقة دي وبنفس المقادير دي ان شاء الله تطلع معاكم انجح وصفة ناجتس ممكن تجربوها. واهم حاجة عندي انها تعجب الولاد، وهم ياكلوها هم في الكلاس كده وهم في المدرسة، يقولوا تسلم ايدك يا طنط بوسي ان انتي وريتي الوصفة دي لماما. يعني ببقى سعيدة جدا قوي قوي من اللقطة دي. هنا حطينا بقى زي ما انتم شايفين كده، الفيديو شرح نفسه. بنطلع من الخليط السائل، بنحط على الكفر بتاعنا اللي هو عبارة عن كورن فليكس دقيق، كورن فليكس دقيق، بقسماط، كيس فيجيتار زي اللي وريته لكم ده. هحط كيس ما بين الطبقات طبعا، اهو زي ما انتم شفتوا عملت اول طبقة وبعد كده حطيت كيس، وبعد كده هنحط تاني طبقة. تمام، لغايه هنا وصفات الطريقه سهله وبسيطه. وزي ما بقول لكم في جزء عملته طلع رقيق، لا، كل ما هتخني كل ما هتديكي قطمه احلى. وما تخافيش في السوا بقى، احنا هوريكي طريقه للسوا حلوه قوي. بصوا بسم الله ما شاء الله، عملوا كام طبق؟ الطبق ده كبير على فكره مش صغير، 4 اطباق، وكل طبق فيه دورين. تمام، كمية حلوة جدا. يعني ايه انتوا متخيلين ايه نص كيلو بانيه ب100 جنيه يعمل لي كل ده؟ وبقية المكونات التانية قولي يا ستي 100 جنيه، هديكي من واسع اهو، ادي 200 جنيه. شوفي عملوا لك كام طبق. هتجيبي كيس الناجتس اصلا من بره الله اعلم مكوناته ايه، وبيبقوا حاطين الفراخ شكلها عامل ازاي، ووجع بطن ووجع، يعني استغفر الله العظيم يا رب. عمره ما هيجي بنظافة حاجة البيت اللي معمولة بايديكي. لازم لازم تجربوها. ولازم برضو تحطوا لي لايك للفيديو لو انتم مكملين لغايه هنا، تبقوا حبايب قلبي ومحتاجين قلب وبوسه كبيره. تعملوا لايك للفيديو، كومنت حلو. يلا بقى نسوي. انا خلاص حطيت الحاجه في الفريزر، اوكي، يعني بعد ما خلصت حطيتهم في الفريزر ليله كامله، ليله كامله. جينا بقى عند التسويه، جبنا حله صغننه وحطينا نصها كده زيت، احلى بقى من 100 طاسه.
واحلى من يعني من اير فراير والكلام ده العيال يعني لسه العيال الحمد لله بصحتهم، ما تتعبوهمش بالاير فراير بتاعنا ده. تمام. واحلى من القلاية طبعا. الحلة صغننة ومحكمة، وطبعا يكون زيت غزير، ونوطي العين، مش عايز عين عالية ولا عايز نار عالية. تمام. نبدأ ننزل كده واحدة واحدة ونقلب، ما نقلبش اول ما يتحط. بصوا بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك. شايفين اللون؟ لا، قولوا لي احكوا لي على اللون، احكوا لي على لون الذهبي الجميل، الطعم. انتوا لازم بقى تعملوه وتدوقوه وتقولوا لي. تمام. بسم الله ما شاء الله، لازم تجربوه. ده كنت عاملاه في يوم، وده يوم تاني بقى عملته بقى مقرمش علشان الولاد هياخدوه معاهم في اللانش بوكس. ما يطراش معاهم. تمام. والتاني برضو كان مقرمش وزي الفل، بس يعني ده زودت، فاهميني، زودت في القرمشة شوية. عايزة افتح لكم الصوت اسمعكم والله، بس لولا الدوشة اللي الولاد بيبقوا عاملينها جنبي اثناء اي تصوير يعني. جبنا بقى خس كابوتشا وسلايس بصل وسلايس طماطم، وهنبدأ نعمل احلى سندوتشات، وبألف هنا وشفا. ويا رب تكون سنة سعيدة على الجميع. وانا عارفة ان الحلقة متأخرة يعني قربنا نخلص الترم الاول، بس يلا كل سنة وانتم طيبين.